اوريكم ازاي بستخدم الاكني باتش. طبعا لازم اغسل وشي كويس، انا كده كده هنام فلازم اغسل وشي، وبعدين انشف بشرتي. لازم تكون البشره نظيفه وجافه. بشرتي دلوقتي نظيفه وجافه ومعلهاش اي حاجه. هاخد الاكني باتش ديت، هاخد الحجم الصغير، مش محتاجه حجم كبير. يعني شايفين السنتر ده؟ احطه على السنتر بتاع الحبايه نفسه، يبقى راس الحبايه في النص كده بالظبط. احط البرودكت كده على وشي عادي، وبحط السيرمز عادي جدا. الاكني باتش ديت ووتر بروف، فمش هتطلع بالسكين كير. شايفين كده اهو. الروتين بتاعي بيكون عادي. بقالي كام يوم ما بنامش كويس، الهالات السوداء عندي فظيعه، فعشان كمان ما بنامش كويس فبشرب قهوه كتير عشان افوق، فالقهوه بتعملي هالات سوداء زياده، دايره مغلقه. الفتره اللي بيكون فيها عندي حبوب كتيره في بشرتي بحاول استخدم منتجات سوذنج قوي، عشان بشرتي بتكون اوريدي irritated من اي حاجه، فممكن الحاجات اللي انا العادي بستخدمها كل يوم ممكن تعملي irritation للبشره، فبخلي بالي تبقى الحاجات حتى في التوقيت ده تكون سوذنج جدا. وهي حط الكريم عنده كده مفيش اي مشكله. دلوقتي الاكني باتشز بتاعتكم مش واتر بروف، لو جيتوا حطيتوا السكين كير روتين بتاعكم عليها ممكن تطلع. تعملوا ايه؟ تغسلوا وشكم وتعملوا السكين كير روتين بتاعكم العادي، وبعد كده تجيبوا قطنه ودان زي دي وتبلوها ميه، مش مايسلر واتر، ميه بس، وتيجوا عند الحبايه وتفضلوا تنضفوها كده مكان الباتش بس، وبعد كده تحطوا الباتش. الباتش ما ينفعش تتحط على سكين كير او على بشره مش نظيفه. الاكني باتش بتتلبس من 6 ل 8 ساعات. انا هنام بديت واشيلها بكره الصبح.